السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنعمل الكبسه السعودي المصري بالرز المصري. تمام. هي كبسه بتبقى سعودي اساسا في اصلها. بس احنا هنشجع شويه الرز المصري بتاعنا وهنعملها بالرز المصري، واقول لك ازاي تطلع معاكي مش معجنه، لان في الاغلب لما تعمليها بالرز فعلا المصري ممكن تعجن منك علشان هي بتاخد ميه كفايه. والرز البسمتي طبعا بيحب المية كتير شوية عن المصري. تمام. عندي بقى هنا نص كيلو من اللحمة الملبسة سنة بسيطة، مش مليانة دهون قوي، لا هي حاجة بسيطة جدا، وده المطلوب بالذات لو هتعملي كبسة، لان بتبقى طعمها كويس جدا باللحمة لما تكون كده. ويا ريت تجيبي لحمة تكون سواها سريع شوية، يعني من فخدة، تكون نوعها كويس. المهم بقى عندي انك تقطعيها مكعبات، ولا هي صغيرة قوي علشان ما يعني مش هتبقى لطيفة معاكي خالص، هتشد كده منك جامد، ولا هي كبيرة قوي ان هي ما تستويش. تمام. وهقول لك هنعمل ايه الصوص اللي جنبيها، صوص الدقوس. مشهور قوي برضو في الدول العربية. وطريقته سهلة جدا جدا جدا، وبجد بيبقى طعمه خطير مع الكبسة. هنقول بسم الله، وجبت حلة كده سخنتها كويس جدا على النار، ونزلت عليها بمعلقتين من الزيت مش اكتر. رجحت الزيت عشان لو حطيتي زبدة او سمنة هتتحروق جامد، علشان انا هسيب باللحمة شوية في التشويح. زي ما انت شايفه كده بتطرطش، لان الحله او الصينيه او الحاجه اللي هتعملي فيها كانت سخنه جدا. تمام. هقعد بقى اشوح فيها كده وشه وظهره وكل حاجه لحد بص الحجم معايا، ولا هو صغير ولا هو كبير. خدي بالك لان برضو اللحمه لسه هتكش. تمام. هكون بقى محضره جنبي حبه بهارات كويسه جدا جدا للكبسه. طبعا احنا عارفين الكبسه بتبقى مليانه وغنيه جدا بالبهارات والتوابل، بس ليها برضو بهاراتها وتوابلها المعينة، مش اي حاجة بتتحط عليها. هقول بسم الله كده. وكنت محضرة ايه بقى يا ستي الكل؟ كنت محضرة عودين قرفة، ونص معلقة صغيرة من السكر، وحبهان مطحون، وورق لورا مطحون، وكام حباية كده من القرنفل. القرنفل بيبقى خطير خطير في الكبسة. الصراحة انا كنت جايبة الليمون اللومي، قلبت عليه الدنيا مش لاقياه، مش عارفة، فص ملح وداب. ما علينا، مش مشكلة. خليكي معايا، هقولك دلوقتي هتجيبي ايه لو مش عندك لومي او مش عندك قرفه او الكلام ده. هيكون هو البهارات دي اللي انت هتجيبيها اللي انا هقولك عليها شامله فيها كل حاجه. بس انا بحب برضو مع اللحمه حط برضو كده عودين القرفه، ورق اللورا المطحون، ما عندكيش مطحون هتحطي ورقتين 3 صحاح، ما عندكيش حبهان مطحون هتحطي برضو كام فص كده صغير صحيح. وما تنسيش القرنفل، بجد بجد خطير. نزلت بقى بصلايه كبيره كده مقطعاها، وكام فص توم 4 بس، سلام مش متقطعين، سلام. عارفه بعد ما يستووا كده مع الرز وكده مش هتشوفيهم اساسا، هيسيحوا هيبقوا عاملين زي الزبده. ليه ما قطعتهمش؟ هيتحرقوا برضو في التشويحه دي. البصل يستحمل شويه، لكن الثوم احنا عارفين كلنا ان هو ما يستحملش. تمام. انا مش هحمر البصل اللي هو يغمق، انا عايزاه بس يكرمل. تمام. وما تنسيش نص معلقه السكر. نزلت بقى كده بميه مغليه وباكد اهو، علشان لو نزلت طبعا بميه بارده او من الحنفيه او كده اللحمه هتغيب معاكي جدا ومش هتبقى كويسه خالص. ميه مغليه يا دوبك، بس هتغطي اللحمه كده وهتسيبيها. ليه ما حطيتش ميه كفايه وتغلي وتستوي مع بعضها مره واحده؟ هقولك ليه دلوقتي. تعالي بس الاول نشوف سلطه الدقوس دي او صوص الدقوس هيتعمل ازاي. معايا حبتين من الطماطم، وقرن فلفل رومي او حراق ويستحسن حراق، معلقتين صلصه حاره او صلصه كاتشب، عصره ليمونه كامله، ملح وفلفل اسود حسب رغبتك انتي، وحوالي 7 فصوص توم. عندك التوم الحبايه الكبيره هيبقى 4 بس، وعندي قرن فلفل سوداني حراق. الصوص ده او السلطه دي او الصلصه دي بتبقى معتمده على الشطشطه اللي فيها، وربع كوبايه زيت ونص كوبايه ميه. تمام. هجيب بقى الخلاط او الكب، عندك اي حاجه انت هتضربي فيها. نزلت بالطماطمتين وقرن فلفل الرومي، بس هي كانت يستحسن الصراحه بقرن فلفل حراق، بس انا عوضته بالفلفل السوداني الاحمر اللي انت شفتيه ده والفصوص الثوم. حطيتها كله على بعض، وهنزل بالصلصه برضو الحراقه او كاتشب حراقه عندك، والليمون، عصر ليمونه كامله
بيديها طعم كويس جدا. في حاجه بقى انا ما حطيتهاش وبرده ما كانتش متوفره الصراحه عندي، النعناع او النعنع. لازم تحط لها كده حوالي 3 ورقات من النعناع، سواء بقى ناشف سواء لسه فريش، بس يستحسن برضو يكون فريش. وحطيت ربع بس كوبايه من الزيت وممكن اقل. وهنا الملح والفلفل حسب رغبتك انتي، تمام. عايزاها حادقه بقى عايزاها مظبوطه، انا بالنسبه لي حطيت ربع معلقه صغيره من الفلفل وربع معلقه صغيره من الملح، وهضربها بس كده بالهاند بلندر مش اكتر. وهي اصلا ما بتكونش اللي هو الصوص اللي زي السايل خالص، لا بيكون برضو مخرص كده سنه، هو ده بيبقى سمكه. سلطه سريعه جدا، ودي السلطه اللي بتتعمل جنب الكبسات او المندي او الحاجات دي اللي احنا بناكلها في المطاعم وفي الاماكن دي. هنا كانت هقول لك بقى ليه انا نزلت بكميه ميه قليله، عشان انا عايزه طعم اللحمه يبقى يبقى غني كده، مش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مش اللي هي مايعه، طعمها مش مايع، لان انا عايزاها تبقى مركزه. فهمتي قصدي؟ عايزه الميه اللي تبقى باقيه منها تبقى مركزه، مش عايزاه، مش هسلق لحمه، انا مش هسلق لحمه، انا هعمل كبسه، فمحتاجه ان الشوربه دي تكون تقيله بما فيه الكفايه، تكون غنيه كده بالطعم اللحمه الاصلي، يعني مرقه مظبوطه بمعنى صح، تمام. فاهمه قصدي؟ عدت بقى اللي انا قلت لك عليه ده مرتين، حطيت حبه ميه تغطي اللحمه وسبتها تستوي على شمعه، ورجعت حطيت تاني نفس الكميه وهديت برضو عليها. الميه بقى دلوقتي اللي انا بحطها دي حاليا دي الميه اللي هنزل بيها في الرز. وعندي دي بقى البهارات اللي بقولك عليها، دي بهارات الكبسه. ما حطيتيش لومي، ما حطيتيش قرفه، ما حطيتيش الكلام ده كله، دي غنيه بالكلام ده كله. حطيت منها معلقه كبيره، وحطيت معلقه من الكاري قصدي الكركم عشان اللون كده يبقى مزهزه معايا. وحطيت الملح بتاعي لان انا ما حطيتش على اللحمه ملح نهائيا وهي بتتسلق. وحطيت مكعب من المرقه بس كده يا ستي. هتخافي تحطي الرز بعد الميه مثلا، مش هتعرفي تقيسي المعيار كويس، مع ان هو هتحطيه كده اللي هو يا دوبك بس يبقى ايه، عقلتين صباع فوق. لو بسمتي هيبقى 3 عقل صباع، يعني صباع كامل فوق الرز البسمتي. لو رز عادي زي ده مصري هيبقى عقلتين فقط. لو هتخافي تحطي الرز الاول يا ست الكل هتعملي ايه، هتنزلي قصدي الميه الاول، هتنزلي بالرز الاول وبعد كده تحطي الميه بتاعتك. بس انا بحب ليه احط الميه الاول في الكبسه، عشان لسه هحط لها بهارات زي اللي انت شفتيها. اول ما لقيتها اتشربت كده رحت رجعتها ورا على نار هاديه خالص لحد ما بقت بالمنظر ده. اللحمه كانت دايبه جدا 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 وكانت تحفه بجد. وهنا خلصت بجد وصفه سريعه جدا وبسيطه. ويا ريت ما تأزميش نفسك، لازم رز بسمتي عشان تعملي بيه. بجد كانت بالرز المصري كويسه جدا وجميله، وكل واحد بقى على حسب بلده يعملها. يا ريت تجربوها وتجربوا سلطه الدقوس دي هتعجبكم جدا. انا بوريكي هنا ان ما لازقش فيها اي حاجه احسن تفتكري يعني مثلا الميه قليله او كده، لا كانت كويسه جدا ومظبوطه. طول ما انت قلبتيها اول ما اتشربت وهديتي عليها خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفه عجبتكم. وصفه حله واحده سريعه وبسيطه، جايلك حد مستعجله هتعمليها على طول، وبجد خطيره جدا. اللحمه كانت مستويه، الرز كان مفلفل ما فيهوش اي حاجه. ما تنسيش القرنفل، اسرار بقى الكبسه، القرنفل، فصين الثوم السلام، تشويحه اللحمه الكويسه، الميه تنزلي عليها مرتين مش مره واحده عشان تبقى شربتها مركزه. وكده انا قلت كل اللي عندي، ويا رب يكون وصفتي عجبتكم وسهله عليكم وما فيهاش اي صعوبه. انا كنت حطيت خلاص في سلطه الدقوس او الدقوس ورشيت عليها رشه صغيره جدا من زيت الليمون من زيت الزيتون على الوش، تمام. وهنا كنت خلاص خلصت طبق النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.